السلام عليكم أيها الأفاضل، طبتم وطاب سعيكم وبلغتم من الجنة منزلة. أشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي في تقرير نشره اليوم إلى قيام ليفربول بوضع اسم سفيان أمرابط بالإضافة إلى إسماعيل بن ناصر على رأس قائمة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أضاف التقرير الألماني أن يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول قام بعقد اجتماع بالفعل مع ممثلي أمرابط، وكان يترقب انتهاء كأس العالم من أجل عقد اجتماع معهم مرة أخرى. أكد يورغن كلوب لإدارة نادي ليفربول أنه يضع اسم أمرابط بالإضافة إلى إسماعيل بن ناصر أولوية تعاقدات النادي الإنجليزي من أجل دعم وسط ملعب الريدز خلال الفترة المقبلة. وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو اليوم الخميس عن وجود اهتمام حقيقي من نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع لاعب ميلان الدولي الجزائري بن ناصر. حسب تقرير الصحفي رومانو على موقع لا غازيتا ديل سبور، فإن ليفربول يضع بن ناصر كأولوية للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بالإضافة إلى أمرابط، وهذا هو الصراع المغربي الجزائري. وأضاف ذات المصدر أن مدرب ريدز يورغن كلوب معجب كثيرا بلاعب الخضر بن ناصر ويدرس ملف اللاعب بجدية، وهو الأمر الذي جعل من ميلان تسريع عملية استئناف المفاوضات لتجديد عقد بن ناصر اللاعب الذي يعتبر مهما في كتيبة الروسونيري. أما فوت ميركاتو فقد تابع أن أمرابط عقده مع فيورنتينا حتى عام 2024، ولا يمانع النادي الإيطالي بيع النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم تحديد سعر يصل إلى 40 مليون استرليني. وكان سفيان أمرابط تألق بشكل ملفت للنظر مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وتمكن من قيادة أسود الأطلس من احتلال المركز الرابع في البطولة العالمية.